السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام من جميع دول العالم. طبعا حلقة اليوم النهارده هتكلم عن شجرة الجوافية. طبعا العمليات اللي هتكلم عنها النهارده او الحلقة النهارده هتتكلم ايه هي شجرة الجوافية وايه فوائدها بالنسبة من الأوراق والثمار التي تعم على الإنسان. طبعا هنستكمل معاكم وهنشرح معاكم ايه هي فوائدها وايه هي السعرات الحراريه الموجوده في ثمار الجوافيه، وايه هي الكميات اللي ممكن يحتاجها الانسان فينا خلال اليوم. طبعا هيا بينا طبعا نلقي نظره ونتكلم ونتحدث عن هذه الفوائد الخاصه باشجار الجوافيه. طبعا اوراق الجوافيه طبعا هل لها دور في علاج بعض الامراض؟ طبعا انا هقول لك ليها ادوار كثيره جدا. اولا هنتكلم على مرض السكري. طبعا بيشتهر تناول شاي اوراق الجوافيه. بنقوم بغلي اوراق الجوافه طبعا وشربها طبعا لمرض السكري. في كثير من الدول وخاصه كانوا بيشربوها او بيستخدموها في اليابان. ماشي. واثبتت بعض الدراسات طبعا ان خلاصه هذه الاوراق طبعا بتساعد على الحد الكبير من النوع الثاني من مرض السكري. بتكون ازاي مثلا في مرض السكري طبعا، او هي بتعمل ايه معانا؟ بتخفض معانا مستوى الجلوكوز في الدم، وطبعا بتحسن معايا مستوى مقاومه الانسولين. ماشي. وتاني بتمنع معايا امتصاص الجلوكوز بعد تناول الوجبات. طبعا هل ثمار الجوافه او اوراق الجوافه لها دور كبير على ضغط الدم المرتفع؟ طبعا هقول لحضرتك ان هي طبعا بتساعد معانا طبعا على خفض معدل الضغط المرتفع. طب بتنصح ازاي او بنستخدمها ازاي؟ كانوا الاطباء بينصحونا المرضى اللي هم عندهم نسبة ارتفاع الدم او ضغط الدم المرتفع باتباع نظام غذائي طبعا بيحتوي على الأطعمة القيمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. طبعا الجوافية أو ثمرة الجوافية طبعا بتحتوي على هذه الكماليات أو هذه العناصر. وكان هنا بيقول لك المفروض إن أنت مريض الضغط أو الضغط المرتفع إن هو لازم يقلل نسبة الصوديوم المتناولة. فهنا كان بعض الأطباء قامت بعمل نصيحة أو نصائح لمرضى الضغط السكري باتباع نظام غذائي جيد. وكان من ضمن هذا النظام طبعا وجود الجوافة من أكثر الفواكه طبعا اللي هي بتعتمد عليها في التناول أثناء هذا البرنامج، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم. ماشي. ديت النسبة اللي هي خلت أو اشتغلت معانا على ضغط الدم. ده بالنسبة للثمر. اما بالنسبه للاوراق فالاوراق طبعا بتحتوي، قلنا انها بتحتوي على بعض المركبات المضاده للاكسده. طبعا المركبات المضاده للاكسده دي ايه هي دورها في ضغط الدم المرتفع، او ازاي اللي انا هستخدمها في ضغط الدم المرتفع؟ ديت الاوراق او شرب الاوراق عن طريق عمل غلي الاوراق وشربها. تاني حاجه بتعمل معايا مقاومه او بتوسع معايا الاورده داخله في الجسم. طبعا لما الاورده بتوسع معايا طبعا بتكون معايا ايه؟ بتحد من ضغط الدم المرتفع، لان احنا عارفين الضغط المرتفع لما يكون مرتفع بيحصل معايا تصلبات في العروق، وهي اللي بتعمل معايا ايه؟ نسبه دفع ايه؟ الضغط او ارتفاع الضغط. طبعا هل الاوراق الجوفيه دور كبير في علاج امراض السرطان؟ طبعا بتنتج او اثبتت الدراسات ان اوراق الجوافيه او مشروب اوراق الجوافيه بيقاوم معايا الخلايا السرطانيه. تمام. ومازال برضه ان شاء الله بعض الدراسات لسه قائمه على هذه الخصائص او هذه المزايا موجوده في الاوراق. لان لابد طبعا من اتخاذ برنامج علمي مؤكد ويكون مؤكد على الانسان بالنتائج. طبعا اشجار الجوافيه برضك من المزايا فيها برضك او اوراق الجوافيه ان هي بتساعد معايا على هشاشه العظام. هل طبعا بتساعد معايا على هشاشه العظام؟ طبعا اثبتت بعض الدراسات ان تناول مستخلص اوراق الجوافيه بيقاوم الغضاريف او تلف الغضروف في الحالات هشاشه العظام. يعني بيعمل معايا على تقويه الغضاريف الخاصه بهشاشه العظام.
طبعا ما ننساش طبعا ان دور الجوافيه برضك او اوراق الجوافيه طبعا ليها دور كبير جدا في علاج الكلى. ازاي ان هي بتعالج علاج الكلى او علاج الكلى او بتمنع فشل كلوي. طبعا هنا بتكون الثمار الجوافيه او بتحد ثمار الجوافيه من تدهور الكلى، يعني مداومه على اكل ثمار الجوافيه او ثمار الجوافيه وشرب اوراق الجوافيه طبعا بيحد معايا من ايه؟ من تدهور حالات الكلى. طبعا في مرض السكري، وذلك ليه بقى؟ لانه بفضل بتاثر على المضادات الاكسده والالتهابات، هي بتاثر عليه لان ايه؟ بتشيل معايا او بتمنع معايا الالتهابات والاكسده. وطبعا هنا طبعا لابد ان لازم ان يكون في اجراءات طبيه او اثباتات علميه طبعا تدل على كفاءتها على الانسان. تاني حاجه طبعا الجوافه طبعا مقاومتها للبرد والانفلونزا طبعا اللي هي شجره او ثمار الجوافه بتحد طبعا او بتحتوي على نسبه عاليه من فيتامين ج، وتاني هم فيتامين ج دي بيعزز وظائف الجهاز المناعي. وطبعا هنا طبعا بتقلل معايا فتره الاصابه بالامراض الانفلونزا عند تناول اوراق الجوافه او عملها كمستخلص شاي وغليها طبعا وشربها. طبعا الجوافه لها دور كبير، وانا حبيت النهارده طبعا اتكلم عن هذه الوظائف اللي ربنا عطاها لنا او خلقها في هذه الشجره. طبعا الجوافه طبعا لها دور كبير في علاج الاسهال والامساك. قلنا احنا ذكرنا في الاول انها بتحتوي على نسبه عاليه من الالياف، وبتحتوي الثمره الواحده بتحتوي على 12% من احتياجات اليوم من الالياف للانسان. يعني انا لو اكلت ثمره او ثمرتين كده انا حطيت الاكتفاء الذاتي لجسمي من الالياف اللي هو محتاجها خلال هذا اليوم. طبعا علاج الجوافه دي احنا اتكلمنا عنه للامساك. اما الاسهال بتستخدم الاوراق في كثير من البلدان، طبعا كانوا بيستخدموها في الطب الشعبي والطب البديل، لان كان انها بتحتوي على مواد مضاده للسدى ومواد والياف، طبعا نسبه الياف عاليه فتعد معايا من عمليات ايه؟ الاسهال. تاني حاجه هنتكلم عنها برضه او الحاجه الاخرى هنتكلم عنها هنا ثمار الجوافيه او مغلي او شاي اوراق الجوافيه بيحد معايا من التوتر والتشنج العضلي. قلنا ليه؟ لان ثمره الجوافيه بتحتوي على نسبه عاليه من المغنيسيوم الذي بيساعد على ايه؟ ارتخاء العضلات والاعصاب. وطبعا هنا بينصح الاطباء طبعا بتناول ثمره واحده على الاقل بعد ممارسه التمارين الرياضيه او التعرض لضغط عصبي شديد. طبعا تاني حاجه برضك ما ننساهاش، هل ثمار الجوافيه لها دور كبير على الحوامل؟ طبعا بينصح دائما بكثره تناول الجوافه للحامل. ليه؟ لانها من اكثر الاطعمه الامنه والصحيه اثناء فتره الحمل. وذلك ليه برضك هنتكلم؟ لانها بفضل احتواها على فيتامينات ومركبات مضاده للاكسده، وديت مهمه لصحه الام والجنين، مطلوبه في خلال هذه الفتره. وطبعا بيساعد تناول هذه الثمره على ارتخاء العضلات وتحسين عمليات الهضم للمرأة الحامل. ولها برضك بعض الفوائد الأخرى سوف نذكرها في الحلقات القادمة إن شاء الله وهنتكلم عنها. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في قناتي حتى يصلكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.